أنا بستغرب إنه لحد هلأ في ناس لسه مقتنعة إنه اللي عم يصير بسوريا مؤامرة من الغرب لحتى يخرب سوريا مثل ما خرب العراق. أنا بس رح أذكر بعض الشغلات اللي بتذكرها بطفولتي بسوريا. مطرح ما كبرت على الأقل بيت لا، في على الأقل شاب يا أما مهجر من 20-25 سنة وبحياته ما رجع لسوريا، يا أما معتقل من 25-30 سنة ما حدا بيعرف عنه شيء. تهمتهم انه بجوز راح صلى الصبح بالجامع، او بجوز موجد ببيته كتاب سياسي ممكن يحكي عن الحرية او السياسة. هي تهمة. كمان بتذكر وقت كان عمري شي 9 سنين، اذا رحت احضر درس دين لحتى اتعلم قرآن، كانوا ينبهوا علينا انه فوتوا تنتين، مو تفوتوا انتوا كلكم مع بعض حتى ما يكمشونا المخابرات ويصير علينا شي، لانه نحن عم نسرق. كمان بتذكر انه دكتور الجامعة اللي بده يطعمي اولاده لقمة حلال كان لازم يشتغل شوفير تاكسي المساء لحتى يقدر يعيش. فما بعرف انتو يعني هالانكار تبعكم للواقع اللي بسوريا، كأنه انتو ربيانين بسويسرا وانا ربيانة بسوريا. ما بعرف، يمكن عم تحكوا على بلد تاني، لانه كلياتنا بنعرف شلون كانت بلدنا وشلون لهلا بلدنا. بتذكر وقت كنت صغيرة بالمدرسة كل ما قالوا الرفيق المناضل حافظ الأسد لازم نصفق مثل المهابيل، واللي ما بيصفق يا ويله ويل أهله شو بده يصير فيهم. ليش هو مناضل؟ لأنه سلم الجولان لإسرائيل، ولا لأنه قتل 40,000 سوري بحما؟ يلي عم يصير إنه أنتوا بتعرفوا الحقيقة وأنتوا أذكياء وأرفع بكتير من إنه صدقوا هالخرافات هاي يلي عم يحكيها النظام السوري والإعلام السوري. بس أنتوا اخترتوا إنه تعيشوا كذبة وتعملوا هيك وما بدكم تصدقوا شي تاني. بس هذا مو عن غباء أبدا، لكن عن ضعف، لأنه أنتوا مقتنعين 100% إنه مو معقول يكون الناس مستعدة تموت مشان الحرية، وما لكم مصدقين هالشي هذا. بس الحقيقة إنه هلأ بلشت بلدنا تعرف شو معنى الحرية وعم تدفع ثمنها ومستمرين. يعني بس بدي أسألكم، يلي صار للصبية اللي اسمها زينب الحصني عمرها 19 سنة، خطفوها لأنه ما لقوا أخوها، بدهم يعتقلوه لأنه ناشط. خطفوها وقطعوا لها إيديها ورجليها وحرقوا لها وشها وعذبوها بظهرها وقطعوا لها راسها وبعدين رجعوها لأبوها. يعني كيف فيكم تناموا بالليل وتقولوا إنه هي مؤامرة؟ كيف فيكم تقولوا إنه أكثر من 200 طفل ماتوا قتلهم النظام السوري المجرم؟ كيف فيكم تقولوا إنه هدول كمان متآمرين؟ أنا عم بتفاجأ بالناس اللي عم بسمعها هيك عم تحكي. أقلها إنه ما تدافعوا عن النظام، هذا أقل شيء ممكن تعملوه، وتشجعوا الناس اللي عم توقف، لأنه هدول عم يوقفوا لحريتكم مثل ما عم يوقفوا لحريتهم هن كمان. بعدين بحب أذكركم إنه اللي عم يصير بسوريا، هالعقوبات اللي على سوريا عم تضر بكل السوريين، وانتوا هلأ مفكرين حالكم النظام ما عم يأذيكم، بس بشكل أو بآخر عم يأذيكم، لأنه هو اللي عم يتسبب بهالعقوبات، هو اللي عم يتسبب بهالأذى وبهالألم لكل السوريين. وبسكوتكم عنه انتوا عم تدعموه بطريقة أو أخرى، وهو هذا بالتالي عم يسبب كثير من الحقد من الناس عم تحس إنه أنا أولادي عم تموت وبنات عم تغتصب والناس مسائلة. يعني إذا أنت الله أنعم عليك وعندك مصاري، معناتها أنه تنسى الناس الفقراء؟ يعني إذا كانوا مساكين والنظام عم يستهدفهم، معلش يعني هدول ما لهم دم ولحم؟ كثير منكم عم يقول أنه هدول المغتربين عم يحكوا لأنه مو فارقة معهم ومشتركين بالمؤامرة مع أمريكا وسخافات. نحن مغتربين ليش؟ نحن مغتربين لأنه ما في فرص ببلدنا، لأنه الإنسان بده يأكل لقمة شريفة ولا بده يحكي كلمة حق بتروح عليه. نحن جربنا الحرية وبنعرف شو معناته إنه الإنسان يكون حر، وعارفانين إنه أنتوا عايشين بخنوع وضعف، وما رح نسكت، ورح تضل الثورة قائمة، وما رح ننسى شهدائنا الله يرحمهم، الله يرحم زينب وأخوها ويرحم كل شهدائنا. أنا بعتبر زينب أختي، وبعتبر حمزة الخطيب ابني، وأمه أختي،
وكل الشهداء اللي ماتوا هدول إخواتي، وما رح أنساهم ولا يوم بحياتي، ولا حوقف ولا حغير موقفي لحتى الحرية تكون لسوريا. وأنتو أتمنى من كل قلبي إنه يكون ضميركم نايم بس ميت.